السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض سلطة الكرنب بالمايونيز، بس سلطة حلوة قوي، بتبقى حلوة جدا جنب المشويات والمحاشي، وكمان ممكن جنب المكرونة البشاميل بتبقى طعمها حلو قوي ولذيذ. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. ادي هجهز بولة معايا فاضية، وهنزل بيه كوباية من الزبادي، كوباية كاملة، وهنزل على الزبادي بمعلقتين كبار من المايونيز، ودول المهمين، وادي التانية. وبعدين هنزل بمعلقتين كبار من العسل الابيض، ادي معلقة، وادي التانية. ودلوقتي نقلب المكونات بتاعتنا كويس قوي، يا اما بالمعلقة او بالمضرب اليدوي بتاعنا. وادي اهو انا ضربتها كويس قوي بالمضرب. هنزل بمعلقه من الخل، معلقه كبيره من الخل كده، تمام كده. وننزل بيه ربع معلقه ملح ابيض، او ممكن مع ربع معلقه من الملح بشطه بكمون، بتبقى لذيذه جدا. يلا بينا. وادي ربع المعلقه، ونبدا نقلب المكونات بتاعتنا كويس قوي. وادي بعد ما قلبنا كل المكونات بتاعتنا كويس قوي وعندي صوص حلو جدا، هنزل بيه الكرنبايه بتاعتي اللي انا قطعتها. دي على فكره مش كرنبايه كامله، دي يعني في حدود 5 ورقات وانا مقطعاهم. ودي جزرايه بشرينها بالشكل ده. الجزر اختياري، بس بتدي للسلطه دي طعم حلو جدا. وبرده الملح بشطه الكمون ده برده اختياري، ممكن نحط ملح ابيض بس مفيش مشاكل، بس برضو انا لقيته بيدي مزازه اكتر وطعم لذيذ اكتر في السلطه. يلا بينا نحط المكونات بتاعتنا على بعض. وادي بعد ما نزلت بيها ابدا اقلبها كويس قوي مع الصوص بتاعي، بس نقلبها كويس جدا بحيث ان هي تكون شاربه منه. تمام. السلطه دي ممكن احطها في التلاجة لمده 3 ايام، نحطها جنب الاكل، بتبقى حلوه جدا وبتفضل طعمها حلو وبتدي مزازه اكتر، وبيظهر كمان طعم العسل فيها اكتر، بتلاقيها مسكره اكتر. يلا بينا نقلبها كويس ونقدمها. وادي سلطه ايه معايا جاهزه على التقديم. يا رب تعجبكم، وبألف هنا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.